إخلاء السبيل مش براءة، افهم يعني إيه وإزاي تحمي نفسك من أي حكم غيابي. السلام عليكم. ناس كتير بتفتكر إن لما النيابة تديك إخلاء سبيل كده خلاص أنت بريء، وده طبعا على غير الحقيقة. الحقيقة مختلفة تماما عن كده. في الفيديو ده هشرح لك ببساطة يعني إيه إخلاء سبيل، وليه لازم تتابع قضيتك بعد ما تخرج، وكمان إزاي ممكن يتحكم عليك حكم غيابي وأنت مش واخد بالك. الجزء الأول من الفيديو هنتكلم عن معنى إخلاء السبيل أو يعني إيه إخلاء سبيل. إخلاء السبيل ببساطة معناه إن النيابة قررت تخلي سبيلك من الحبس الاحتياطي، لكن ده مش معناه إن القضية خلاص خلصت ولا إنك بريء. النيابة بتقرر إخلاء السبيل لما بتلاقي إن مفيش سبب قانوني يخليك تفضل محبوس. طب إيه هي الأسباب اللي ممكن تخلي النيابة لا تخلي سبيلك وتحبسك احتياطيا؟ أولا في عدة أسباب، أولها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، أو إذا كان هناك خشية من هروب المتهم، أو إذا كان مفيش محل إقامة معروف للمتهم، أو إذا كان إخلاء السبيل ممكن يسبب ضرر في القضية أو التحقيق، زي مثلا احتمال إنك تأثر على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو إنك بعد إخلاء السبيل ممكن المتهم يتفق مع باقي المتهمين على تغيير الحقيقة أو تغيير معالم القضية، فهنا النيابة تحبس المتهم احتياطيا عشان الخشية من ذلك. كمان ممكن يكون سبب الحبس الاحتياطي تهديد الأمن العام أو أي سبب له علاقة بجسامة القضية أو حجمها. في الجزء الثاني هنتكلم عن ماذا بعد إخلاء السبيل. فيما بعد إخلاء السبيل في 3 إجراءات أو 3 حاجات النيابة ممكن تعملها. أولا النيابة ممكن تطلب مستندات أو تحريات أو تقوم بأي إجراء تحقيقي مع الخصوم أو الأشخاص المتصلين بموضوع المحضر. ثانيا الاحتمال الثاني إنها تحفظ القضية لو شايفة إن مفيش دليل كافي لإدانة المتهم، فهنا بتقوم بحفظ القضية. ثالث حاجة بقى إن النيابة تحول القضية للمحكمة سواء الجنايات أو الجنح لو شايفة إن في دليل يستدعي محاكمة تحدد للقضيه جلسه لمحاكمه المتهم. وانت هنا لازم تكون متنبه جيدا، لان لو النيابه حولت القضيه للمحكمه وانت تم اخلاء سبيلك وما وكلتش محامي وما تابعتش الموضوع، ممكن المحكمه تحكم عليك غيابي وانت مش عارف اي حاجه، وساعتها تتفاجئ ان عليك حكم وانت ولا عندك اي علم. طيب الخلاصه يعني نعمل ايه بعد اخلاء السبيل؟ اول حاجه تعملها انك توكل محامي يتابع القضيه ويبلغك باي جديد حصل فيها، وتتابع معاه تصرف النيابه اول باول لمعرفه التصرف الاخير اللي حصل في القضيه. سواء القضيه اتحفظت فتطلب من المحامي بتاعك شهاده بالحفظ عشان تحتفظ بيها لاي طوارئ ممكن تحصل، او لو النيابه حددت جلسه للموضوع وخدت براءه فيها لازم تجيب ما يفيد او تطلب من محاميك ان هو يجيب لك ما يفيد ذلك، وتسجل البراءه او التصالح ايا كان التصرف الاخير في الموضوع في الامن العام عشان ما تظهرلكش في كمين، او مثلا لا قدر الله تبقى مسافر وتظهر لك في المطار. فدي كلها اجراءات واجب ان انت تتبعها. وفي النهايه الهدف الاساسي من الفيديو ده هو التحذير والتنبيه على حضرتك انك اوعى تفتكر ان اخلاء السبيل يعني خلاص القضيه انتهت. ده مجرد اجراء مؤقت لحد ما النيابه تعمل الاجراء الانسب للمحضر سواء بالحفظ او الاحاله للمحاكمه. عشان كده تابع قضيتك خطوه بخطوه عشان تحمي نفسك من اي حكم غيابي ممكن يصدر وانت مش واخد بالك. ولو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. تحياتي لحضراتكم وفي امان الله.